عرف يخدع جيش الفرس خدعة ساذجة قوي واتكررت 1000-5000 مرة رغم سهولتها، على إن الفرس وقعت فيها زرع بصل. النعمان بن مقرن المزني، والمزني ده اسم القبيلة مش اسم حاجة تانية، عشان عارفة في ناس دماغها في اهو الراجل ده بقى كيوت جدا، اقتنع بالإسلام من نفسه، لأن قبيلة مزنية دي كانت قبيلة قريبة من يثرب، يعني كان على طول بيسمع كلام عن الرسول أو أخبار عن الرسول. راح قال للقبيلة بتاعته والله محمد بيقول كل كلامه خير وما شفناش منه إلا خير، وكل الناس بتحبه، اشمعنى احنا يعني ما نروحش نتبع الراجل ده. بصوا أنا بكرة هروح يثرب وهروح عند الرسول واشوف اللي عايز يجي معايا تمام، واللي مش عايز خلاص براحته. وهو بقى لما قال الكلام ده كان فاكر ان هو بيقوله كده يعني وخلاص، بس سبحان الله الكلام ده أثر في القبيلة بتاعته جدا، لدرجة ان في 10 من اخواته جو معاه في الهجرة اللي هو كان عايز يهاجرها دي، و40 فارس، يعني 10 من اخواته و40 فارس رايحين يثرب ما شاء الله. وبالفعل راحوا الحمد لله وكلهم أسلموا، وكانت دي حاجة غريبة جدا ان العدد ده كله يأسلم ويجي مرة واحدة ويقرر القرار ده فجأة. خد النعمان كل الغزوات وكمل كمان لحد عهد عمر بن الخطاب. ففي مرة أرسلوا النعمان لكسرى علشان يخلوه يأسلم، فلما دخلوا عليه يعني كسرى راح قال لهم ايه اللي جابكوا بقى، عندكوا حاجة؟ احنا اصلا سايبينكوا كده كده شفقة يعني. اهو كسرى ده دايما يطلع بدور الرخم في الموضوع. فراح النعمان يرد عليه، وبصراحة انا ما اقدرش ان ارد عليه واقول لك الكلام بالعامية، انا هقوله لك بالظبط زي ما النعمان قاله في كتب التاريخ. قال له إن الله رحمنا فأرسل إلينا رسولا يدلنا على الخير ويأمرنا به ويعرفنا الشر وينهانا عنه، وعدنا إن أجبناه إلى ما دعانا إليه أن يعطينا الله خير الدنيا والآخرة، فما هو إلا قليل حتى بدل الله ضيقنا سعة وذلتنا عزة وعداوتنا إخاء ومرحمة. وقد أمرنا أن ندعو الله إلى ما فيه خيرهم وأن نبدأ بمن يجاورنا، فنحن ندعوكم إلى دخول في ديننا وهو دين الحسن حسن كله. طبعا كسرى رفض وزعل واتضايق وقال لهم ده انتوا كنتوا الأسوأ حال، وكنا بنتعاطف يعني بنعطف عليكم، ودلوقتي جايين عايزين تاخدوا السلطة. فراح واحد من اللي قاعدين عند كسرى قال حاجة خلت القعدة تولع نار، قال لهم لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم. وانت لو ركزت في الجملة دي هتلاقي إهانة كبيرة جدا، يعني ده معناه ان هم واقفين معلش يعني برحمة كسرى وبالتعاطف بتاعه. ساعتها مشي ووقعت معركة القادسية، وساعتها كان النعمان هو اللي ماسك الجيش بتاع معركة القادسية بأمر من عمر بن الخطاب. والصراحة بقى أنا لازم أقولك الرسالة اللي عمر بن الخطاب كان باعتها لنعمان بن مقرن، لأنها بصراحة رسالة جميلة وحرام قوي إن أنا ما سمعلهاكش يعني. والرسالة كان محتواها كالآتي: من عمر بن الخطاب إلى نعمان بن مقرن: أما بعد، فإنه بلغني أن مجموعة من الأعاجم الكبيرة قد جمعوا لك في مدينة نهاوند، فإذا أتاك كتابي هذا فسر بأمر الله بعون الله بنصر الله بمن معك من المسلمين، ولا تطئهم وعرا فتؤذيهم، فإن رجلا واحدا من المسلمين أحب إلي من 100,000 دينار، والسلام عليكم. تخيل بقى إن ولاد التين دول اللي هم الروم يعني حاطين على الطريق اللي المفروض ان هم يمشوا فيه مسامير علشان تدخل في حوافر الخيل بتاعة المسلمين، يعني حتى لآخر لحظة مش عارفين يحاربوا بشرف. فراح نعمان عمل حركة حلوة قوي، راح أمر الجيش إنه يعمل نفسه خايف وخلاص هيستسلم وخلاص بقى ما مش هنخوض المعركة. فلما الفرس هتشوف كده هيروحوا شايلين المسامير علشان الروم يعرفوا يعدوا. النعمان واخد الجيش بتاعه ومتقدم ويقتل فيهم. المشكلة بقى رغم سذاجة وبساطة الخطة اللي عملها النعمان إلا إنها نفعت، والروم وقعوا زرع بصل فيها عادي جدا. المسلمين عملوا نفسهم خايفين وراحوا الروم شالوا المسامير من الطريق، وهوبا المسلمين دخلوا وخلصوا على الروم. وساعتها سموا المسلمين المعركة دي بفتح الفتوح، والنعمان توفي للأسف في المعركة دي، فبارك الله في النعمان ويا رب يدخله فسيح جنته لأن هو شهيد. وبس كده خلصت الحدوتة. يبقى شارك الفيديو ده مع حد بتحبه، ويشرفني أوي اشتراكك، واكتب لي رأيك في القصة تحت بس في الكومنت بس، وشكرا.